هنبتدي النهارده اكله من ألذ واطعم الاكلات. هنعمل شوربه المشروم. وقد ايه في كتير منا ما بيعرفش يظبط شوربه المشروم، برغم ان هي سهله جدا وسلسه جدا. بس خلي بالكم من حاجه، علشان نعملها صح قوي بتتخن قوي. الناس اللي عايزين يتبعوا ريجيم او دايت قاسي، الاكله دي او الشوربه دي لا تصلح ليهم. هستخدم في شوربه المشروم نوع المشروم اللي موجود عندنا، بس خليني اقول انا دايما بحب استخدم مشروم بني او بوركيني، بيبقى ليهم ليه ريحه، والريحه دي انا محتاجاها. نكهه المشروم البني نكهه قويه جدا. وهيبقى عندي كوبايتين كريمه وكوبايتين لبن. خلي بالكم انا بعمل كريمه مشروم عشان محدش يجي يقول لي الكريمه كتير. الكريمه مش كتير. هناخد قطعه زبده ممكن توصل نقول 25 جرام، وعندي مرقه دجاج، قالب مرقه دجاج، وممكن قالب مرقه الدجاج ده استعيد عنه بكوبايه شوربه، وعندي ملح وفلفل. مكونات سهله جدا وبسيطه جدا وسهل ان احنا نحصل عليها، وهنعمل شوربه زي المحترفين بالظبط. هبتدي الاكله. هجيب المشروم. هنا انا بستخدم بورتوبيلو، والبورتوبيلو بيتميز ان هو لونه بني ونكهته قويه. اقدر اعمل ميكس من المشروم او اي نوع من المشروم، بس انا بقول لكم وباكد ان كل ما كان النوع زي البورتوبيلو او المشروم البني، كل ما كان ريحه الشوربه بتاعتي قويه وليها طعم افضل. شكله ممتع جدا وشهي جدا. هاخد المشروم بتاعي وهاخده وهحطه في حله مسخناها على النار. هدخله مرحله اسمها مرحله التحميص. انا عايزه المشروم بتاعي ياخد اكبر قدر ممكن من التحميص. هنا بوريكم عندي نوع المشروم البني، بقدر اخده واقطعه شرايح واستخدمه مع البورتوبيلو. بضيف قطعه زبده 20-25 جرام بما يوازي معلقه اكل، وببتدي بحمص المشروم عشان بياخد السخونيه، بيتغير لونه وبيبتدي يطلع لي النكهات اللي فيه. العمليه دي او المرحله دي بتخلي ان الشوربه بتاعتي بتكون مختلفه. في ناس بتغلط وتاخد المشروم من غير ما يتحمص وتحطه على طول في الشوربه بدون اي نار، ما بتبقاش عمليه ناجحه، بتبقى جوده الشوربه مش قد كده. تابعوا معايا. بحمص المشروم، لونه بيتغير وبيبقى داخل شويه على السوا. دلوقتي لونه ابتدى يتغير والريحه قويه جدا، وجاهز ان انا اعمل شوربه ناجحه. بنزل بكوبايه اللبن والكريمه بيغلوا مع بعض. بضيف مكعب مرقه الدجاج، وبضيف ملح وفلفل، وبسيبها تغلي. النار عندي بتبقى من عالي لمتوسط. مع التقليب المستمر بتبتدي تتقل عندي زي ما انتم شايفين، ولون الشوربه نفسه بياخد من التحميصه بتاعت المشروم، فبيكون في نوع من انواع التفاعل الاتنين مع بعض، الكريمه مع المشروم. اصبح عندي الطعم فوق الوصف. اللي حابب يقدمها والمشروم كبير كده ممكن يبتدي يقدمها كده، انما في الوصفه
المظبوطة وفي الأكلة المظبوطة عندي بجيب محضر طعام وببتدي بخفق الشوربة بتاعتي، ببتدي بخفق المشروم مع الكريمة. شوفوا بيتحول ازاي المشروم لجزء من سائل الشوربة. لون الشوربة بتاعتي بيتغير، لون الشوربة بيتغير وبتصبح شوربة متجانسة، تجانس الكريمة مع المشروم مع نكهة قوية جدا. لسه احنا حاطين الشوربة بتاعتنا على النار. مع التقليب بوريكم ازاي ان هي بقت تقيلة ازاي. لاحظوا ان احنا ما حطيناش لا دقيق ولا نشا ولا اي حاجة. كل اللي انتوا شايفينه دلوقتي عبارة عن مشروم وكريمة ولبن وبعض هو بنقول التتبيل زي مرقة الدجاج، ملح وفلفل، مكونات بسيطة جدا. دلوقتي الشوربة عندي جاهزة للتقديم. ده عيش مخصوص للشوربة، هوريكم في فيديو من الفيديوهات ازاي بنعمل العيش ده. بنقدمها بالطريقة الفرنسي، شوربة الكريمة جوه باجيت على شكل طبق شوربة. وألف هنا لأحلى أكلة من أكلة.